السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعيني في كل مكان، يا رب دايما تكونوا بخير وبأحسن حال. لو انتوا أول مرة بقى بتتابعوني، يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلك كل وصفاتي. متبخلوش عليا بلايكاتكم ولا بكومنتاتكم الحلوة. وتعالوا النهاردة نعمل مع بعض كده أحلى وأطعم طاجن تورلي باللحمة، أو نقول طاجن خضار باللحمة. مقاديرنا كلها سهلة كده وجميلة وبسيطة، وهتاكلوا أحلى طاجن تورلي هتعملوه. أول حاجة طبعا معايا بقى خضار مشكل كده، جزر، بسلة، كوسة، فاصوليا، ومعايا نص كيلو من اللحمة، ومعايا التوابل بتاعتي عبارة عن بصل وتوم بودر، كزبرة ناشفة، فلفل أسمر، توابل لحمة، ومعايا حبهان وورق لورا. ده كل المقادير بتاعتنا، مقادير سهلة هي وبسيطة جدا، بس هتاكلي أحلى وأطعم طاجن تورلي أو طاجن خضار باللحم. ومعايا طبعا طماطم بقى اللي احنا هنعمل بيها الصلصة بتاعتنا. يعني اديت بقى ايه، دي كل مقاديرنا. عليكم بقى كده باللايكات يا جماعه، واللي بيشوفني لاول مره تشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيه علشان يوصلكوا كل وصفاتي. ودلوقتي بقى معايا صينيه هحطها على البوتاجاز. اول بقى ما تسخن معايا كده هنزل باللحمه بتاعتنا، علشان طبعا هنديها تشويحه كده ونسويها الاول قبل ما نحط الخضار. علشان طبعا انت عارفين ان اللحمه بتغيب شويه على ما بتستوي، او بالشكل ده كده. هنزل بقى عليها هشوحها كده، ويعني هنزل كده اقفل المثانه بتاعتها. وبعد كده هنزل بقى بالتوابل وبصله كده، وهسيبها بقى ايه تستوي شويه مع قبل ما احط عليها الخضار. هنزل بقى ببصلايه كده تكون مخرطاها، وهنزل بقى بالتوابل، ورق اللورة، الحبهان، وزي ما قلت لكم كده اسيبها تتشوح مع بعضها. وهزودها بقى بالميه وهسيبها تستوي. عايزينها كده تكون فيها ايه نص سوا، يعني ما تكونش مستويه قوي، علشان لما نحط الخضار معاها تكون تستوي تكمل سواها بقى مع الخضار. نزلت كمان بقى بالتوابل. بجد عايزه اقول لكم الطاجن ده طعمه جميل جدا وحلو جدا قوي، ولما تاكلوه تعملوه كمان بالفراخ بيبقى طعمه لذيذ جدا يا جماعه. طاجن كده صحي وفيه كل الخضار. لو ولادك ما بياكلوش الخضروات ولا بياكلوش الحاجات ديت، تقدروا تعملوه لهم بقى، هياكلوه كده هم مستمتعين بالطعم الجميل والروعه. بجد طعمه يا جماعه تحفه تحفه تحفه. طبعا بقى انا زودته بقى اهوت بالميه، وهسيبه بقى يعني زي ما قلت لكم كده ياخد نص السوا كده لوحده. وبعد كده هكمل بقى، هعمل الصلصه، اجهز الصلصه بقى اللي انا هعمل فيها الخضار بتاعنا. وهسيب اللحمه بتاعتنا تستوي. ودلوقتي بقى انا عملت اهوت الصلصه بتاعتنا، طبعا عباره عن بصله كده بتحمريها وبتنزلي يا دوبك، يعني زي ما عودتكم كده، ما بحمرهاش قوي تحمر خالص معايا، لا يا دوبك تدبل بس كده. وبنزل عليها بالطماطم وبسيبها بقى تتسبك، وانزل برضو بالتوابل بتاعتنا اللي هي عباره عن ملح وفلفل وكمون وكزبره وتوابل فراخ. بنزل ببابريكا، بنزل بتوم وبصل بودر. واول ما بتتسبك طبعا بنزلها على اللحمه بتاعتنا. طبعا انا صفيت اللحمه من الشوربه، وحطيت بقى نزلت بقى بالصلصه على اللحمه. ونزلت دلوقتي بقى بالخضار بتاعنا اهوت. الخضار ده ما فيهوش فاصوليا يا جماعه، لا هو بقى عباره عن جزر وكوسه وبسله وبس. انا عايزه اقول لكم ان الفيديو ده انا عاملاه بقاله كتير عندي على القناه، يعني بقاله يجي شهرين محطوط على التليفون. طبعا بقى هسيبهم بقى كده يتسبكوا مع بعض وياخدوا تشويحه حلوه كده مع بعض. وبعد كده هزودهم بقى بالشوربه اللي معايا. وبعد كده هدخلهم في قلب الفرن ياخد بقى الوش بتاعنا الجميل، وتاكلي احلى طاجن تورلي او طاجن خضار باللحمه. حاجه كده تحفه وجميله. نعمل جنب منها بقى شويه رز بالشعريه، رز ابيض، شويه سلطه بدنجان كده محدق. وهتاكلوا احلى واطعم خضار باللحمه. اتمنى الفيديو لو عجبكم ما تنسونيش باللايك والشير.